أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في بحث اليوم والكلام في التعليق على كلام المحقق العراقي. ولا ننسى حتى نذكر ونستذكر ونتذكر معا بأن الصور التي طرحت من قبل المحقق العراقي، طبعا اخترنا هذا كما اختار السيد الشهيد السيد الأستاذ محمد باقر الصدق قدست نفسه، طرح المحقق العراقي لترتب الثمرة والنضوج لو صح التعبير الفكري على ما طرحه، لأن فيه شيء من النكات العلمية والنكات الفكرية المفيدة للجميع. فذكر بأن الأوصاف والأعراض المنتسبة للأشياء تكون على صور. الأولى هي الذاتي، وقلنا الذاتي في كتاب الكليات، وقلنا المثال الذي يطرح مثلا نقول الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، مع الاحتفاظ في نقاش المثال أو عدم تمامية المثال في التطبيق، لكن يكفي أن نلاحظ اللحاظ الذي يطرح فيه النقاش ولا مناقشة في المثال. لأننا عندما نقول الإنسان ناطق أيضا هل هو يعني عروض النطق على الإنسان هل هو بواسطة أو بدون واسطة أو بلا واسطة؟ هل أن النطق يعرض على الإنسان بواسطة النفس الناطقة، أو يكون النطق هو عندما نقول الناطق أي النفس الناطقة، الإنسان نفس ناطقة، فيكون عروض النطق أو النفس الناطقة بلا واسطة. فإذا كان عروض الناطق على الإنسان بواسطة فنقول المثال بأن الإنسان نفس ناطقة. المهم لا نقاش في المثال، المهم نقول إذن الصورة الأولى هي الذاتي، ونقصد العرض الذاتي في باب أو في كتاب الكليات، والثاني هي الذاتي في كتاب البرهان، وهو أيضا اتصاف الأربعة بالزوجية واتصاف النار بالحارة. والصورة الثالثة الواسطة تعليلية وتكون خارجية، وأيضا هنا لا يكون العروض لو صح التعبير ولا يعرض الوصف والعرض على الواسطة، لأن الواسطة تعليلية بل يعرض حقيقة على ذي الواسطة. فإذا هذا يعتبر من الذاتي على الاحتمال الثاني أو ما يشار إليه إن شاء الله على مبنى لنقل المشهور، أو على المبنى الذي استظهره المحقق العراقي من مباني المشهور مباني الحكماء. والرابع الصورة الرابعة إلى السابعة هي واسطة تقييدية، الرابعة واسطة تقييدية خارجية، والخامسة واسطة تقييدية داخلية، والخامسة والسادسة والسابعة أيضا تكون من العرض الغريب حسب تعريف المشهور أو حسب ما استظهره العراقي من كلمات المشهور. ويبقى النقاش لو صح التعبير والخلاف بصورة يعني أوضح
أعمق أو بصورة ثابتة، هو الخلاف في تصوير الصورة الرابعة، وفي توجيه الصورة الرابعة، وفي مختار الصورة الرابعة، وفي الخلاف في الصورة الرابعة اللي هي من العرض الغريب أو من العرض الذاتي. وأيضا يبقى نقاش في باقي الصور كما أشرنا إليه سابقا. وفي الصورة الرابعة قلنا كما بينا بأن الواسطة تقييدية، إذن الواسطة تتصف حقيقة وبالاستقلال، هي التي تتصف بالوصف، تتصف بالعرض، والعرض يعرض على الواسطة حقيقة وبالاستقلال. وبعد ذلك أيضا يعرض على ذي الواسطة. الآن هل العروض هذا على ذي الواسطة هو عروض حقيقي؟ هل هو عروض ذاتي؟ أو هو عرض غريب؟ أو لا يوجد عرض؟ أو يوجد حمل وإسناد فقط؟ هذا كلام آخر. إذن في الصورة الرابعة لاحظ واسطة تقييدية خارجية. وفي المثال الذي يطرح هناك قلنا اتصاف الجنس بالعرض بواسطة النوع، وهذا هو لنقول محل الكلام وموضع الكلام. اتصاف الجنس بالعرض بالوصف بواسطة النوع، ونذكر المعادلة: النوع يساوي جنس زائد فصل. اتصاف الجنس بالعرض بواسطة النوع. لاحظ عندما نأتي للوجود نجد بأن الجنس أعم من النوع. وعندما نتحدث عن عالم التحليل نجد أن النوع هو الكل والجنس هو جزء من الكل. لاحظ في عالم التحليل الجنس جزء من الكل، وفي عالم الوجود الجنس أعم من النوع. هنا الجنس جزء من النوع، إذا قلنا غير هذا نقصد هذا الشيء، بأن الجنس في عالم التحليل جزء من النوع، وفي عالم الوجود الجنس أعم من النوع. وهذا أين يتصور؟ يتصور في موضوعات المسائل. لاحظ عندي العلم فيه مسائل، مسألة أولى وثانية وثالثة وعاشرة وأكثر من هذا. في كل مسألة يوجد موضوع، في كل مسألة يوجد موضوع المسألة الأولى وموضوع المسألة الثانية. إذن عندي موضوعات لمسائل العلم، وهذه الموضوعات يجمعها موضوع كلي، موضوع مقولي، موضوع ذاتي. إذن كل مسألة هي كل مسألة فيها موضوع، وكل موضوع للمسألة هو موضوع لمسألة العلم، الكلام اللي نقول في علم الأصول. فالمسألة الأولى فيها موضوع، فإذن هذا الموضوع رقم 1، الموضوع الأول هو موضوع مسألة من مسائل علم الأصول. والموضوع الثاني هو موضوع المسألة الثانية من مسائل علم الأصول، وهكذا الموضوع الثالث والرابع والخامس. يجمع هذه المواضيع الموضوع العام، الموضوع الكلي، الموضوع الجامع، الموضوع المقولي. وهذا الموضوع المقولي الجامع العام هو موضوع العلم، هذا الموضوع الكلي هو موضوع علم الأصول. بينما هذه المواضيع الصغيرة، الأفراد، التطبيقات، التحصيصات، المصادق، هي موضوعات المسائل، موضوعات مسائل العلم، وليست هي موضوع العلم. واضحة المسألة؟ أريد أن نفرق جميعا بين موضوع المسألة وموضوع العلم. الآن أنا أسأل، أقول الآن عندي موضوع علم وموضوع مسألة. موضوع العلم هو أعم من موضوع المسألة، لأن موضوع العلم يشمل هذا الموضوع، موضوع هذه المسألة والمسألة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، هو الجامع الكلي فهو أعم. إذن موضوع العلم هو مثل أو يقابل الجنس، وموضوع المسألة يقابل النوع. إذن موضوع العلم أعم من موضوع المسألة، كأعمية الجنس من
النوع. أي كما أن الجنس أعم من النوع، فموضوع العلم أعم من موضوع المسألة. وكما أن نلاحظ حتى نعرف هذه القضية نطبق أكثر، ندخل أكثر، نقول كما أن كل مسألة من مسائل العلم عندما نأتي إليها ونتحدث عنها أو نريد أن نعرف هذه المسألة والمسألة الثانية والثالثة، نقول المسألة الأولى عندما نريد أن نعرف المسألة الأولى مسألة حجية خبر الواحد، نقول هي مسألة أصولية أو قاعدة مشتركة أو عنصر مشترك أو من التعريفات التي تطرح. إذن عندما نقول حجية خبر الواحد هي مسألة أصولية، فعندما نأتي إلى موضوع حجية خبر الواحد، عندما هنا نقول مسألة هي مسألة أصولية، هنا نقول موضوع حجية خبر الواحد هو موضوع أصولي أو من موضوع علم الأصول، أو هو موضوع علم الأصول الذي يتميز بكذا كذا وكذا أو يتشخص بكذا وكذا وكذا. وهذا يشبه القول بأن النوع هو جنس وفصل، جنس أعام ويشخص أو يحدد أو يقيد أو يميز بالفصل. المهم نريد أن نصل إلى هذه النتيجة بأن المسألة الأصولية هي بمثابة المسألة الأصولية هي بمثابة النوع، والمسألة الكلية لعلم الأصول أو جامع المسائل أو مسألة علم الأصول، يعني المسألة الكلية، المسألة المقولية، المسألة الجامعة الذاتية للمسائل أو مسألة علم الأصول هي بمثابة الجنس. ندخل إلى داخل المسألة فيها موضوع ومحمول، نأتي إلى المحمول، نقول محمول المسألة الأصولية موضوع المسألة الأصولية هو بمثابة النوع، وموضوع مسألة العلم هو بمثابة الجنس. الآن نأتي إلى الصورة الرابعة. ماذا قلنا مثال الصورة الرابعة؟ اتصاف الجنس بالعرض بواسطة النوع. إذن في المثال اتصاف الجنس أي اتصاف موضوع علم الأصول بالعرض بواسطة موضوع المسألة الأصولية. إذن اتصاف الجنس بالعرض بواسطة النوع، أي اتصاف موضوع الأصول، موضوع علم الأصول بالعرض بواسطة موضوع المسألة الأصولية. إذن عندي عرض، والكلام في واسطة تقييدية، عندي عرض وعندي واسطة تقييدية وهي موضوع أو وهو موضوع المسألة الواسطة هي أو هو موضوع المسألة الأصولية. موضوع هذه المسألة واسطة، وموضوع المسألة الثانية واسطة، وموضوع المسألة الثالثة واسطة. هذا الموضوع وذاك الموضوع والثالث والرابع له عرض. الآن نقول هذا الموضوع الذي له عرض، هذا موضوع المسألة الذي له عرض يعرض على هذه المسألة، يعرض على موضوع هذه المسألة، يعرض على موضوع هذه المسألة وعلى الموضوع المسألة الثانية العرض الآخر والثالث، وهكذا لكل مسألة لها أعراض تعرض عليها. الآن نقول هذا العرض الذي يعرض على موضوع هذه المسألة الأصولية، هل هو يعرض على موضوع هذه المسألة أي يعرض على هذا النوع؟ هل هذا يعرض على موضوع علم الأصول أي على الموضوع الكلي وهو بمثابة الجنس؟ إذن الكلام هنا لاحظ ما يعرض الجنس بواسطة النوع، ما يعرض موضوع علم الأصول بواسطة موضوع المسألة الأصولية. فهذا العرض، هذا الوصف الذي يتصف به أو تتصف به أو يتصف به موضوع المسألة الأصولية، موضوع هذه المسألة، هل هذا العرض وهو عرض ذاتي لهذه المسألة، هو هذا عرض ذاتي لموضوع هذه المسألة الأصولية، هل يعتبر أيضا هو من العرض الذاتي لموضوع
علم الأصول إذا كان عرضا ذاتيا لموضوع المسألة الأصولية هل يعتبر عرضا ذاتيا لموضوع الأصول؟ بعبارة أخرى نقول إذا كان عرضا ذاتيا للنوع هل يعتبر عرضا ذاتيا للجنس؟ فإذا كان عرضا ذاتيا فنقول ما يبحث عنه في مسائل علم الأصول ونجد هناك بأن بعض الأعراض تعرض على المسائل، فكيف تعتبر هذه من أعراض العلم، من أعراض موضوع العلم، وهي بالحقيقة من أعراض موضوع مسألة من مسائل العلم، كيف تعتبر من أعراض موضوع العلم الكلي الجامع المقولي، هذا الموضوع الذي صورناه ونتصوره؟ نقول لأن ما يعرض على الجنس بواسطة النوع هو عرض ذاتي إذا قلنا وبنينا على هذا. أما إذا قلنا لا، بأن ما يعرض على الجنس بواسطة النوع هو من العرض الغريب، فسيكون بحث مثل هذه الأعراض والأوصاف في علم الأصول هو ليس من البحث في وعن العرض الذاتي، سيكون في بحث عن وفي العرض الغريب. واضح؟ هذه مجرد نريد أن نعرف هذه المسألة. إذن الصورة الرابعة فيها هذا الإشكال، ونؤكد على الصورة الرابعة لأن الكلام في بحث موضوعات المسائل وموضوع العلم، ولأن الكلام في البحث عن العرض الذاتي، فهل البحث عن عوارض المسائل هو بحث عن عوارض المسألة الكلية، المسألة المقولية، المسألة الأصولية في المثال الكلية، أو لنقول أن البحث عن موضوعات المسائل في كل علم هل هو بحث عن موضوعات أو عن الموضوع الكلي؟ بعبارة أخرى نقول البحث عن عوارض المسائل، البحث عن عوارض موضوعات المسائل هل هو بحث عن عوارض موضوعات أو عوارض موضوع البحث عن عوارض موضوعات المسائل هل هو بحث عن عوارض موضوع العلم الكلي، الموضوع الكلي هل هو بحث عن عوارضه أيضا يعتبر من عوارض ذاته، أو بتعبير آخر نقول عوارض موضوع المسائل، العرض الذاتي للمسائل، العرض الذاتي لموضوعات المسائل الأصولية هل يعتبر عرضا ذاتيا لموضوع العلم فيبحث عنه في العلم؟ هذا الكلام. المهم نريد أن نعلق على ما استظهره المحقق العراقي. قلنا المحقق العراقي استظهر من المشهور بأن كلمات المشهور تشير إلى أن المراد هو لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، لا لحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيين، أي اللحاظ الثاني هو المراد لا اللحاظ الأول. وأيضا اختار في الصورة الرابعة اختار المحقق العراقي في الصورة الرابعة الفرض الأول، وهو اشتراط استقلالية العروض، أي استقلالية العروض شرط في العرض الذاتي، وعليه بين بأن الصورة الرابعة تكون من العرض الغريب وليست من العرض الذاتي، تكون الصورة الأولى والثانية والثالثة من العرض الذاتي، والصورة الرابعة إلى السابعة من العرض الغريب. تعليقات على كلام المحقق العراقي، قلنا نذكر بعض التفصيل وليس كل التفصيل. التعليق الأول نقول نعطيه عنوان ليس الحمل والعروض بل الوجود والتحليل. هذه مسألة غريبة ولطيفة عندما تجد يعني بعض الأمور المسلمة الآن كلام موزون ويعني عميق وفكري وفيه نكات علمية ونكات لطيفة ما طرحه المحقق العراقي وما بيناه من مراد المحقق العراقي وما يريد من المشهور. لكن لاحظ أين ستجد الاشتباه والشبهة التي وقعنا بها ووقع بها المحقق العراقي. نقول التعليق الأول ليس الحمل والعروض بل الوجود والتحليل. سبحان الله، قبل هذا البحث
كنا نتحدث قبل قليل أيضا تحدثنا عن لحاظ أول ولحاظ ثاني. تحدثنا عن الحمل والإسناد، هذا لحاظ، وتحدثنا عن العروض والاتصاف، هذا لحاظ ثاني. لاحظ، يأتيك العبقري قدست نفسه الزكية، يأتيك السيد الأستاذ محمد باقر الصدر وهو أستاذ الجميع، الأستاذ المعلم وهو معلم الجميع. ماذا يقول؟ يقول لا الحمل والإسناد، سبحان الله، لا الحمل والإسناد ولا العروض والاتصاف. إذن ماذا تريد أيها السيد؟ يقول لا، المشهور، مشهور الحكماء أو الحكماء لا يريدون هذا الشيء. لا المقصود لحاظ الحمل والإسناد ولا المقصود لحاظ العرض أو لحاظ العروض والاتصاف، لا هذا اللحاظ ولا هذا اللحاظ. إذن ما هو الملاحظ؟ إذن يقول التفريق بين الحمل الذاتي والحمل الغريب لا هو بلحاظ الحمل والإسناد ولا هو بلحاظ العروض والاتصاف. بتعبير آخر، بأن المشهور أو ما يستفاد من كلمات المشهور هو ليس لحاظ الحمل والإسناد وليس لحاظ العروض والاتصاف، بل المناط في التقسيم لو صح التعبير والاختلاف في التقسيم، يعني في التقسيم الأول والتقسيم الثاني. التقسيم الأول بلحاظ الإسناد والحمل قلنا الصور الست الأولى من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب. وفي اللحاظ الثاني قلنا الصور الثلاث الأولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الأخيرة من العرض الغريب، والصورة الرابعة صار فيها الخلاف حسب الفرض الأول أو الفرض الثاني، حسب اشتراط استقلالية العروض أو عدم استقلال ذلك، أو عدم اشتراط استقلالية ذلك. أين الإشكال؟ لازلنا الآن نقول نبين بأن الإشكال أو على المحقق العراقي أن التقسيم بلحاظ الإسناد والحمل والتقسيم بلحاظ الاتصاف والعروض وما ترتب على هذا التقسيم وما ترتب على هذا التقسيم ليس بلحاظ هذا المناط، لنقل ليس بلحاظ الحمل والإسناد ولا بلحاظ الوجود ولا بلحاظ العروض والاتصاف. لكن إذن من أين هذا التقسيم؟ لاحظ هذه النكتة اللطيفة، أنه لا ينكر وجود تقسيمين. يعني الآن نحن لا ننكر وجود تقسيمين، نقول يوجد تقسيم أول ويوجد تقسيم ثاني. التقسيم الأول من نتائجه أن نصل إلى أن الصور الست الأولى هي من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب. والتقسيم الثاني نصل من نتائجه إلى أن الصور الثلاث الأولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الأخيرة من العرض الغريب، ويبقى النقاش في الصورة الرابعة. التفت إلى هذه النكتة. وأكثر من هذا ماذا نقول؟ نقول لاحظ بأن التقسيم الأول أو بأن النتائج التي نتوصل إليها حسب اللحاظ الأول، أو بصورة أدق نقول أن النتائج أو النتيجة التي نتوصل إليها من أن الصور الست الأولى من العرض الذاتي والصورة السابعة فقط الأخيرة من العرض الغريب هي تثبت هذه النتيجة وتثبت هذه الصور ويثبت ذاتية العرض في الصور الست الأولى وغرابة العرض في الصورة الأخيرة على المبنيين، أي على اللحاظين، أي بلحاظ الحمل والإسناد وبلحاظ الاتصاف والعروض. والنتيجة الثانية الصور الثلاث الأولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الأخيرة من العرض الغريب والصورة الرابعة على لحاظين أو على فرضين، أيضا هذه تكون ثابتة باللحاظين، بلحاظ الإسناد والحمل وبلحاظ الاتصاف والعروض. إذن من أين الخلاف؟ نقول الخلاف في عالم اللحاظ،
التفت جيدا. فإذا كان عالم اللحاظ هو عالم الوجود فتكون النتيجة واحدة، سواء لاحظ إذا كان اللحاظ وإذا كان الكلام في عالم الوجود فالنتيجة واحدة، سواء لاحظنا الحمل والإسناد أو لاحظنا العروض والاتصاف، أي أن الحمل والإسناد يتطابقان مع، أو يتطابق الحمل والإسناد مع العروض والاتصاف، يتطابق في حصول النتيجة الواحدة. وإذا لاحظنا عالم التحليل فأيضا هنا نقول النتيجة واحدة، سواء لاحظنا الحمل والإسناد أم لاحظنا العروض والاتصاف فالنتيجة واحدة. إذن الاختلاف في التقسيم، المناط في التقسيم يرجع إلى لحاظ العالم، إلى الكلام في أي عالم، هل هو عالم الوجود أو عالم التحليل. واضح هذا التعليق الأول على المحقق العراقي. فنقول التعليق الأول هو ليس الحمل والعروض، ليس الحمل والاتصاف، أي ليس الحمل والاتصاف وليس ليس الحمل والإسناد وليس العروض والاتصاف. إذن لا أريد لحاظ الحمل والإسناد ولا أريد لحاظ العروض والاتصاف، بل لحاظ عالم الوجود ولحاظ عالم التحليل. فنقول إن تقسيم العرض إلى ذاتي وغريب وبمناط اللحاظين اللذين أشار إليهما المحقق العراقي، إن تقسيم العرض إلى ذاتي وغريب وبمناط اللحاظين اللذين أشار إليهما، وهو لحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيين ولحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي، غير تام. إن تقسيم العرض إلى ذاتي وغريب وبمناط اللحاظين الذين أشار إليهما غير تام هذا التقسيم، لأن كل لحاظ منهما في عالم غير العالم اللحاظ الآخر. يعني هو حصل عنده اللحاظ الأول وقال الصور الست الأولى من العرض الذاتي والصورة الأخيرة من العرض الغريب، لا لأن اللحاظ هو لحاظ الحمل والإسناد، لا، بل لأن الكلام في عالم غير العالم الذي نحصل على نتائج كما في الفرض أو في اللحاظ الثاني. كيف؟ الآن نقول لأن كل لحاظ منهما في عالم غير عالم اللحاظ الآخر أو عالم لحاظ الآخر، لأن كل لحاظ منهما في غير عالم لحاظ الآخر. والاختلاف في التقسيمين وفي معنى العرض الذاتي والغريب يرجع إلى اختلاف العالمين، عالم الوجود وعالم التحليل، لا الاختلاف في اللحاظين. يرجع قلنا الاختلاف بالتقسيم والاختلاف في النتائج، أي وفي تعريف معنى الذاتي والغريب وفي تحديد معنى الذاتي والغريب، العرض الذاتي والعرض الغريب، يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى اختلاف العالمين، عالم الوجود وعالم التحليل. ولا يرجع ذلك الاختلاف في نفس التقسيمين وفي معنى العرض الذاتي والغريب، لا يرجع إلى الاختلاف في اللحاظين. وعليه الصحيح أن يقال هنا نقسم، نقول أولا وثانيا. هناك أيضا كان عندي اللحاظ الأول واللحاظ الثاني ونفس النتائج، أيضا هنا عندي أول وثاني، لكن يختلف المناط والأساس في الكلام. نقول يقال أولا، والصحيح أن يقال أولا عالم الوجود إذا لاحظنا العرض، لاحظ عالم الوجود، إذا لاحظنا العرض مضافا أو عارضا، نقول مضافا أعم من كونه يعني على نحو الحمل والإسناد أو على نحو العرض والاتصاف، نقول مضافا، أو نقول عارضا، هذا مجرد لتوضيح المبنى ولشمول الكلام يعني كل الحصص، فنذكر بعض الحصص على نحو المثال أو على نحو التوضيح والبيان. إذن عالم الوجود إذا لاحظنا العرض مضافا أو عارضا إلى موضوعه، أي إلى الشيء، إلى ذي الواسطة، في عالم الوجود إذا لاحظناه
في عالم الوجود، فإن كل ما يكون محمولا على الشيء ومسندا إليه حقيقة فإنه يكون عارضا ووصفا للشيء حقيقة. لاحظ لأننا هنا نتحدث عن العرض وعن الوصف، لذلك قلنا في العبارة الأولى بعد عالم الوجود قلنا لاحظنا العرض مضافا إلى موضوعه، قلنا الإضافة أعم من الإسناد والحمل وأعم من العروض والاتصاف. واضح المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة. إذن نقول عالم الوجود إذا لاحظنا العرض مضافا إلى موضوعه إلى الشيء إلى ذي الواسطة في عالم الوجود، فإن التطابق يحصل بين اللحاظين، يعني كلما صح الإسناد والحامل يصح العروض والاتصاف، وكلما صح العروض والاتصاف يصح الحمل والإسناد. أي كلما صح الحمل والإسناد الحقيقي يصح العروض والاتصاف الحقيقي، وكلما صح العروض والاتصاف الحقيقي صح الحمل والإسناد الحقيقي، ما دام الكلام في عالم واحد وهو عالم الوجود. وعلى هذا تكون الصور الست الأولى، وعلى هذا تكون الصور الست الأولى كلها من العرض الذاتي، وتكون الصورة السابعة فقط من العرض الغريب، سواء بلحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيين أم بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. إذن اللحاظ الأول الذي ذكره المحقق العراقي وفي الحقيقة ليس لأننا لاحظنا بلحاظ الحمل والإسناد فكانت النتيجة هي أن الصور الست الأولى من العرض الذاتي والصورة الأخيرة من العرض الغريب. لا، نقول له بأنك لاحظت الحمل والإسناد في عالم الوجود فتوصلت وقلت وحصلت لك وعندك هذه النتيجة بأن الصور الست الأولى هي من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب. وفي نفس هذا العالم لو لاحظت العروض والاتصاف أيضا تصل إلى نفس النتيجة، وأن الصور الست الأولى هي من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب. أما إذا لاحظت عالم التحليل فستصل إلى النتيجة الأخرى، وهي أن الصور الثلاث الأولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الأخيرة من العرض الغريب والصورة الرابعة فيها خلاف، وحسب الفرض وحسب اللحاظ وحسب المبنى في الرابعة يكون الخلاف. وهذا لا فرق فيه سواء لاحظت ما دمت في عالم التحليل، هذه النتيجة تكون ثابتة وواحدة سواء كان بلحاظ الإسناد والحمل أم كان بلحاظ الاتصاف والعروض. واضح المسألة؟ إذن نعيد نقول أولا عالم الوجود إذا لاحظنا العرض مضافا إلى موضوعه إلى الشيء إلى ذي الواسطة في عالم الوجود، فإن كل ما يكون محمولا على الشيء ومسندا إليه حقيقة فإنه يكون عارضا ووصفا للشيء حقيقة. وعلى هذا تكون الصور الست الأولى كلها من العرض الذاتي، وتكون الصورة السابعة فقط من العرض الغريب، سواء بلحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيين أم بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. ثانيا عالم التحليل إذا لاحظنا العرض الوصف مضافا كما قلنا نضيف عارضا، لكن نضع كما أنا وضعت عندما سجلت مضافا هي أصل الكلمة عارضا بين قوسين حتى نتذكر. عندما نقول مضافا نريد أن نرجع إلى أن نقول عارضا أو مسندا أو محمولا أي شيء من التعابير، لكن مجرد نريد أن نذكر بهذه. إذا لاحظنا العرض الوصف مضافا إلى موضوعه إلى الشيء إلى ذي الواسطة في عالم التحليل فإن كل ما لا يكون عارضا ووصفا على شيء حقيقة فإنه لا يصح حمله ولا إسناده عليه حقيقة. وكذا العكس، كل ما لا يصح حمله ولا إسناده على الشيء حقيقة
فإنه لا يكون عارضا ولا وصفا على الشيء حقيقة. واضح؟ وعليه تكون الصور الثلاث الأولى والثانية والثالثة فقط هي من العرض الذاتي، بينما تكون الصور الأربع الأخيرة من العرض الغريب، سواء الآن مباشرة وضعنا الصورة الرابعة مع باقي الصور، وقلنا في التفصيل نقول الصور الثلاثة الأخيرة ويبقى الرابعة حسب المختار في الاشتراط أو عدم الاشتراط، أي في اشتراط استقلالية العروض أو عدم اشتراط ذلك. بينما تكون الصور الأربع الأخيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من العرض الغريب، سواء بلحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيين أم بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. أو قلنا حتى نفصل نقول وعليه تكون الصور الثلاث الأولى والثانية والثالثة فقط هي من العرض الذاتي، بينما تكون الصور الأربع الأخيرة أو الصور الثلاث الأخيرة الخامسة والسادسة والسابعة من العرض الغريب، سواء بلحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيين أم بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. وتبقى الصورة الرابعة حسب لحاظ اشتراط استقلالية العروض أو عدم اشتراط استقلالية العروض. فإذا اخترنا اشتراط الاستقلالية فتكون من العرض الغريب، وإذا قلنا عدم اشتراط استقلالية فتكون من العرض الذاتي. أيضا هنا نقول سواء بلحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيين أم بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي. فمثلا هنا نقول في عالم التحديد، فمثلا أعراض الجنس كما لا تكون أعراضا ولا أوصافا حقيقة للفاصل في عالم التحليل، كذلك فإنها لا تكون محمولة حقيقة على الفصل. لاحظ، كما أنها لا تكون أعراضا ولا أوصافا حقيقة، هذا يعني بلحاظ العروض والاتصاف، كما لا تكون أعراضا ولا أوصافا حقيقة للفصل، كذلك لا تكون محمولة حقيقة على الفصل، أي لا يصح حملها على الفصل ولا يصح إسنادها إلى الفصل أو على الفصل. نقول إذن فأعراض الجنس كما لا تكون أعراضا ولا أوصافا حقيقية للفصل، كذلك لا تكون محمولة حقيقة على الفصل، أو نقول كذلك لا يصح حملها على الفصل، لا يصح إسنادها إلى الفصل، لأن الجنس والفصل بحسب التحليل، لاحظ، بحسب التحليل متباينان، لا ينسب أحدهما ولا تنسب أعراضه إلى الآخر، لا ينسب هذا إلى هذا ولا تنسب أعراض هذا إلى هذا. إذن هذا التعليق الأول انتهينا منه. نأتي إلى التعليق الثاني. التعليق الثاني نريد أن نبين بأن المحقق العراقي لم يفهم ما ذكره المشهور، بل لنقل اشتبه في الاستظهار وفيما استظهره من المشهور، خاصة مع وجود عبارات هو اعتمد على عبارة الشيخ الطوسي في الاستظهار وفي استفادة الكلام وفي مفاد كلام ومراد المشهور، لكن يوجد عبارة واضحة في عبارة المحقق الطوسي في الإشارات واضحة في خلاف ما استظهره المحقق العراقي. إذن نقول في التعليق الثاني عدم فهم مراد الحكماء، إنما استظهره العراقي قدس سره من كلام المحققين الحكماء رحمهم الله وما أسنده إليهم غير تام، خاصة مع ملاحظة ما استشهد به من كلام للمحقق الطوسي قدس سره، ونقصد عدم تمامية ما استظهره عنهم من اشتراط استقلالية العروض في العرض الذاتي، وفرع عليه أن الصورة الرابعة ليست من العرض الذاتي. هو كما قلنا استظهر، يعني كما ذكرنا هناك، استظهر اللحاظ الثاني، كما أذكر استظهر اللحاظ الثاني والفرض الأول. اللحاظ الثاني أي استظهر الاتصاف، أي لحاظ الاتصاف والعروض، والفرض الأول اشترط الاستقلالية، والصورة الرابعة يعرض لكن ليس بالاستقلال وإنما بالضمن فيكون من العرض الغريب. هذا الذي نذكره إن شاء الله يكون هو الصواب.
نقول ونقصد عدم تمامية ما استظهره عنهم من اشتراط استقلالية العروض في العرض الذاتي، وفرع عليه أن الصورة، أي عدم تمامية ما فرع عليه، وفرع عليه أن الصورة الرابعة ليست من العرض الذاتي. والصورة الرابعة نذكر فيها الواسطة خارجية تقييدية، واسطة تقييدية خارجية، واسطة في العروض، ومثالها اتصاف الجنس بالعرض بواسطة النوع. النوع هو واسطة خارجية والجنس أعم من النوع. وفي المقام يقال إن الأعراض الذاتية للنوع هل تعتبر أعراضا ذاتية للجنس أم لا؟ الأعراض الذاتية للواسطة وهو النوع. هنا الأعراض لا ننسى مثالها قلنا اتصاف الجنس بالعرض بواسطة النوع، فالنوع هو واسطة. وفي المقام يقال إن الأعراض الذاتية للنوع هل تعتبر أعراضا ذاتية للجنس؟ أن الأعراض الذاتية للنوع أي للواسطة هل تعتبر أعراضا ذاتية للجنس أي لذي الواسطة أم لا؟ إذن وفي المقام يقال إن الأعراض الذاتية للنوع هل تعتبر أعراضا ذاتية للجنس أم لا؟ والمحقق العراقي استظهر من كلام المحقق الطوسي أنه في المثال المذكور فإن الأعراض الذاتية للنوع لا تعتبر أعراضا ذاتية للجنس، بل هي من الأعراض الغريبة. فإن الأعراض الذاتية للنوع لا تعتبر أعراضا ذاتية للجنس، بل هي من الأعراض الغريبة للجنس. لاحظ هذا عندما نطبقه على مسائل العلم وموضوعات مسائل العلم، فنقول يعني استظهر بأن الأعراض الذاتية لموضوع مسائل العلم لا يعتبر أو لا تعتبر أعراضا ذاتية لموضوع العلم، بل هي أعراض غريبة. فكيف تبحث مثل هذه الأعراض في العلم وأنتم تقولون العلم ما يبحث فيه عن أعراض الذاتية وهذه أعراض غريبة؟ لاحظ ونقول وعليه فما يبحث عنه في العلم الأخص وهو النوع أي المسألة، يعني موضوع المسألة أو هذه المسألة وتلك المسألة، فعليه فما يبحث عنه في العلم الأخص، يعني العلم بهذه المسألة، علم هذه المسألة، علم هذه المسائل وليس كل المسائل. وعليه فما يبحث عنه في العلم الأخص أي في النوع من أعراض ذاتية لموضوعه، فإنه لا يبحث عنه في العلم الأعم بين قوسين الجنس، لأن تلك الأعراض الذاتية أعراض النوع أعراض العلم الأخص، لأن تلك الأعراض الذاتية المبحوث عنها في العلم الأخص لا تعتبر من الأعراض الذاتية لموضوع العلم الأعم أو لموضوعات مسائل العلم الأعم، أي لا لموضوعات مسائل العلم الأعم، أي نقصد كما بين موضوع العلم الأعم أو نقول موضوعات مسائل العلم الأعم، أي نريد عندما نقول موضوعات أي نريد الجامع الكلي الجامع المقولي لموضوعات مسائل العلم الأعم. ومع اختلاف المبحوث عنه، مع اختلاف المبحوث عنه هذا يبحث أو يبحث في شيء وذاك يبحث في شيء آخر. ومع اختلاف المبحوث عنه يكون كل علم مستقلا عن الآخر ويباين أحدهما الآخر، فلا يكون العلم الأخص جزءا من العلم العام أو العام، فلا يكون العلم الأخص أو العلم الخاص جزءا من العلم العام أو العلم العام. وهذا الاستظهار الذي استظهره المحقق العراقي يخالف ظاهر عبارة المحقق الطوسي في شرح الإشارات. طبعا عندما يستظهر هذا هو سيشكل على المشهور، على بعض التعريفات، على كل التعريفات، هذا تفصيل آخر. لكن نقول ما استظهره الآن وهنا يخالف ما موجود في نفس الموضع الذي يستشهد أو الذي استظهر منه مفاد المشهور في الإشارات الجزء الأول.
وهذا الاستظهار الذي ذكرناه قبل قليل، والنتيجة هي لا يكون العلم الخاص جزءا من العلم العام. وهذا الاستظهار يخالف ظاهر عبارة المحقق الطوسي في شرح الإشارات الجزء الأول، حيث قال ماذا قال المحقق؟ أنقل هذه أو هذا النص للعبارة وهو موضع الشاهد. ماذا قال الطوسي؟ قال العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها. العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها، فلا يخلو أولا إما مانعة خلو، فلا يخلو أولا إما أن يكون بين هذا نحن نفصل أولا وثانيا، نقول فلا يخلو إما أن يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص أم لا يكون. ثانيا أم لا يكون. إذن أولا فلا يخلو إما مانعة خلو الطرف الأول والطرف الثاني. الطرف الأول إما يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص. الطرف الثاني أم لا يكون، أي أم لا يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص، إما يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص أو لا يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص. هذا الطرف الأول والطرف الثاني. فإن كان يأتي إلى الطرف الأول، أي فإن كان بين موضوعاتها عموم وخصوص، فهنا عندي أليف وباء. أليف نحن أيضا نفصل هذا، نقول أليف فإما أن يكون، فإما يكون على، نعم، فإما يكون على نحو أو على وجه التحقيق أو لا يكون، أي باء يعني أو لا يكون، يعني أليف فإما يكون على وجه التحقيق باء أو لا يكون على وجه التحقيق. الآن يأتي إلى الفرع أليف، يقول والذي يكون على وجه التحقيق يدخل. ماذا يقصد بوجه التحقيق أو الذي يكون على وجه التحقيق؟ يقول والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي. العموم والخصوص بأمر ذاتي، بأمر لنقل مقولي، بأمر ما هو، تريد أي شيء تريد أن تعبر عبر عنه. والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي لا بأمر عرضي، يعني بجنس أو بنوع أو بفصل، المهم بأمر ذاتي. والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي، وهو أن يكون العام جنسا للخاص. يذكر كالمقدار والجسم التعليمي اللذين أحدهما موضوع الهندسة والثاني موضوع المجسمات. لاحظ إلى هذه العبارة، يقول والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءا منه. واضح المسألة؟ إذن ماذا يكون العلم؟ أي علم النوع لنقل بالنسبة إلى علم الجنس يكون تحت العام وجزءا منه، والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءا منه. بينما ماذا استنتج المحقق العراقي؟ وذكرنا قبل أن نذكر عبارة الشيخ قبل عبارة المحقق الطوسي، قال فلا يكون العلم العام أو فلا يكون علم الخاص جزءا من العلم العام. بينما عبارة المحقق الطوسي واضحة، يقول والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءا منه. أي صفة؟ صفة أنه يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي. والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءا منه. إذن عبارة الشيخ أو عبارة المحقق الطوسي واضحة في خلاف ما استظهره المحقق العراقي. التعليق الثالث. إذن التعليق الأول قلنا أن المراد ليس الحمل والإسناد ولا الاتصاف والعروض، وإنما يراد الوجود والتحليل، عالم الوجود وعالم التحليل. التعليق الثاني هو عدم فهم مراد المشهور وعدم تمامية الاستظهار. التعليق الثالث المحلية والمنشئية. العرض الوصف من جهة، والشيء المعروض من جهة أخرى، يوجد بينهما نسبتان مختلفتان، نسبة تسمى المحلية ونسبة تسمى المنشئية. نسبة المحلية
وفيها يكون عندي شيء وعندي عرض، عندي شيء وعندي وصف، عندي عرض وعندي معروض، عندي وصف وعندي موصوف وعندي شيء. يوجد نسبة إذن بين العرض والمعروض، بين الوصف والموصوف، بين العرض والوصف وبين الشيء والمعروض. عندي عرض وصف وعندي شيء معروض أو موصوف. نأتي نقول عندي يوجد نسبة محلية ونسبة منشئية. نقول أولا نسبة المحلية ماذا نقصد فيها وماذا فيها وما هي مواصفات هذه النسبة أو ما هي أطراف هذه النسبة وما هو اللحاظ في هذه النسبة. نقول نسبة المحلية وفيها يكون الشيء، لاحظ محلية محل، وفيها يكون الشيء محلا وموضوعا للعرض. لاحظ يكون الشيء محلا وموضوعا للعرض، أي العرض يعرض على الشيء، معرض كما نسميه معرض، وتضع فيه البضاعة، تضع فيه العرض أو المعروض في المصطلحات التي نحن نستعملها في حياتنا. لكن في المصطلح العلمي نقول عندي ليس المعروض، عندي عرض ويعرض على المعروض أو يعرض في المعروض. إذن الشيء المعروض يكون محلا وموضوعا للوصف أو يكون محلا وموضوعا للعرض. مثال هذا فنسبة الحرارة وهي عرض، نصف الماء بالحار، فنسبة الحرارة العرض إلى الماء إلى الشيء هي نسبة المحلية، أي أن الماء محل الحرارة، الماء موضوع للحرارة، تعرض فيه الحرارة، يتصف بالحرارة، هذه نسبة المحلية. نسبة المنشئية عندي كما قلنا أصل الكلام عندي عرض، عندي وصف، وفي الجهة الأخرى عندي شيء، عندي معروض، عندي موصوف. قلنا نسبة المحلية مرة يكون الشيء أو المعروض هو محل للعرض وللوصف، هنا منشئية أي أيضا نفس الكلام عرض ومعروض، أو عرض وصف وشيء ومعروض. هنا منشئية نقول الشيء أو المعروض يكون منشأ للعرض أو للوصف، أي كلما وجد الشيء أو وجد المعروض فمنه ينشأ العرض وينشأ الوصف. إذن الشيء والمعروض هنا بلحاظ المنشأ بلحاظ النسبة ليس لحاظ أن هذا الشيء هو محل العرض، وإنما هذا الشيء هو منشأ للعرض. بتعبير آخر أن هذا الشيء يستتبع العرض، كلما وجد الشيء استتبع وجود العرض، كلما وجد المعروض استتبع وجود العرض، كلما وجد الموصوف استتبع وجود الوصف. إذن ثانيا نسبة المنشئية والاستتباع نسميها نسبة المنشئية والاستتباع، وفيها يكون الشيء سببا، يكون الشيء سببا، يكون الشيء مستتبعا أو مستتبعا، يكون الشيء سببا ومستتبعا لوجود العرض. إذن نسبة المنشئية هي نسبة المنشئية والاستتباع، وفيها يكون الشيء سببا ومستتبعا ومستتبعا لوجود العرض. ومثال هذا نسبة المجاورة، عندي نار وعندي حرارة، عندي ماء. أريد أن أتحدث عن عروض الحرارة على الماء، عروض الحرارة على الماء أو اتصاف الماء بالحرارة أو أصف الماء بأنه حار. الآن لا ألاحظ النار ولا ألاحظ الماء، وهذا شيء غريب، ذكرت هذا وهذا ولا ألاحظ هذا وهذا. النار موجودة في مكان والماء موجود في مكان، يحصل وتنتقل الحرارة ويصير الماء حارا والمسافة بينهما بعيدة؟ لا يحصل، ولا تحصل حرارة ولا تنتقل الحرارة ولا يكون الماء ولا يصير الماء حارا. إذن ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نقرب الماء إلى النار أو نجاور الماء
إلى النار أو مع النار، أو نجاور الماء والنار. بالمجاورة، لاحظ، بالمجاورة يصير الماء حارا، تنتقل الحرارة إلى الماء، تعرض الحرارة على الماء بأي شيء؟ بالمجاورة. إذن المجاورة، لاحظ، المجاورة هي السبب، هي المنشأ في الحرارة، هي المنشأ في عروض الحرارة على الماء. إذن المجاورة هي المنشأ، المجاورة استتبعت عروض الحرارة على الماء، المجاورة استتبعت عروض الحرارة على الماء، المجاورة أنشأت الحرارة التي عرضت على الماء. إذن نسبة المنشئية والاستتباع، وفيها يكون الشيء سببا مستتبعا لوجود العرض، فنسبة المجاورة أي مجاورة الماء للنار، فنسبة المجاورة وهي مجاورة الماء للنار لوجود العرض. قلنا يستتبع، المجاورة هي التي تستتبع وجود العرض، فنسبة المجاورة نقصد بها مجاورة الماء للنار. فنسبة الحرارة إلى المجاورة أي نسبة الحرارة، نسبة حرارة الماء إلى مجاورة الماء للنار أي إلى مجاورة النار، هي نسبة المنشئية. لاحظ، فنسبة الحرارة إلى المجاورة أي حرارة أي نسبة حرارة الماء إلى المجاورة أي مجاورة المجاورة للنار، فنسبة الحرارة أي حرارة الماء إلى المجاورة أي مجاورة النار هي نسبة المنشئية، نسبة الاستتباع. فالمجاورة للنار هي السبب في وجود الحرارة، فالمجاورة عفوا هكذا نقول، فالمجاورة للنار هي السبب في وجود الحرارة، فالمجاورة للنار هي منشأ وجود الحرارة، فالمجاورة للماء هي السبب، هي المنشأ في العرض وفي وجود العرض وفي عروض العرض على الماء. فالمجاورة للنار هي السبب، هي المنشأ في وجود الحرارة، وجود العرض للماء. أيضا نريد أن نبين بعض الشيء. إذن عندي الآن نسبة المحلية ونسبة المنشئية. في بعض الحالات تستقل نسبة المحلية عن نسبة المنشئية، يعني تتحقق في بعض الحالات تتحقق فقط نسبة المحلية، كما لو صح في المثال نقول الماء الحار وعروض الحرارة على الماء، والماء محل للحرارة، هذا بلحاظ، نبقى نقول هذا بلحاظ. نسبة المنشئية كما في قضية المجاورة، عنوان المجاورة، حقيقة المجاورة لا تتصل بالحرارة. إذن المجاورة فقط هي منشأ، فقط هي تستتبع، فقط هي سبب في وجود الحرارة على الماء أو للماء، أو في عروض الحرارة للماء. لاحظ، ولا تتصف هي بالحرارة، أي ليست المجاورة هي ليست عبارة عن محل، فلا نتصور لو صح التعبير في هذا اللحاظ، لا نتصور نسبة المحلية بين المجاورة والحرارة. إذن تحققت المحلية بلحاظ ولو في مثال وفي موضع وفي حالة، وتحققت نسبة المنشئية في محل وفي موضع وفي حالة من الحالات، ويعني افترقت نسبة المحلية عن نسبة المنشئية والاستتباع، وفي حالات لا يحصل التطابق بين النسبتين، فالنسبتان المحلية والمنشئية قد تتطابقان، فالحرارة لها لنقل النار للحرارة، أو نسبة النار للحرارة، أو نسبة الحرارة للنار لها، هذه بصورة تكون أوضح،
نسبة الحرارة، فالحرارة لها نسبتان إلى النار، فنسبة الحرارة إلى النار لها صورتان لو صح التعبير، أو نقول فالحرارة لها النسبتان إلى النار. فكما أن النار محل للحرارة كذلك فإن النار منشأ للحرارة. يعني كما أن النار هي محل للحرارة كذلك النار هي منشأ للحرارة، والنار تستتبع الحرارة، فالنار محل الحرارة والنار منشأ للحرارة، فيتحقق بين النار والحرارة نسبة المحلية ونسبة المنشئية. فالآن نقول أن نظر الأصوليين في تفسير ذاتية العارض هو إلى نسبة المحلية، وعليه نشأ عندهم نتائج وتوصلوا إليها. أما الحكماء فنظرهم في تفسير ذاتية العارض هو إلى نسبة المنشئية، فصار أيضا صار الفرق في اللحاظ، هل أن المقصود هو نسبة المحلية أو نسبة المنشئية؟ الأصوليون نظروا إلى نسبة المحلية والحكماء يريدون نسبة المنشئية ويلاحظون نسبة المنشئية، فصار الاختلاف، فلا يصح الإشكال لو صح التعبير، لأن الاختلاف في اللحاظ وفي النظر. ويأتي الكلام إن شاء الله في تفصيل هذا التعليق. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.